تجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة في التاريخ أصبحت منحة التقاعد لالوكاسيون دو ريتريت تخضع لحد أدنى مضمون يعادل 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا 75% دو اس ان ام جي. لي زالوكاسيون دو ريتريت في الماضي ما كانش عندهم حد أدنى. وكذلك كما تم أيضا رفع الحد الأدنى للمعاشات أو لمعاش التقاعد لا بونسيون دو ريتريت إلى 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون. لا بونسيون دو ريتريت كانت كما تعرفوا كامل كانت تساوي 75% من الأجر المرجعي اللي هو 18,000 دينار جزائري، ابتداء من أول جانفي صبحت تساوي 100% الأجر الوطني الأدنى المضمون، يعني لو اس ان ام جي. لا بونسيون دو ريتريت 100% دو اس ان ام جي، ولا لوكاسيون دو ريتريت 75% دو اس ان ام جي. إن هذه القرارات تؤكد مرة أخرى حرص الدولة الجزائرية على التمسك بالطابع الاجتماعي المكرس في دستور 2020، والذي من خلاله يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة، بالنظر إلى ما قدموه من جهد خدمة للجزائر خلال سنوات طويلة.